السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وداخلين على العيد، بنعمل بقى حاجات العيد. كل سنة وانتم طيبين يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص بالعجوة. ممكن نعملها بنفس العجينة ونفس الطريقة، بس القرص السادة ممكن تحشيها اي حشوة انت عايزاها. تعالوا يلا نشوف الفيديو مع بعض عشان ما نطولش معاكم الفيديو. ما تنسوش بس تتابعوني باللايكات والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. معايا 2 كيلو دقيق ومعايا 4 معالق سكر، ممكن تخليهم 5 حسب ما انت عايزه القرصه مسكره او ايه اللي انت عايزاه. ومعايا 6 معالق سمسم محمص، ومعايا معلقتين خميره، ومعايا كيس بيكنج باودر، ومعايا ريحه الكحك، ودي اختياري ممكن ما تحطيش ريحه الكحك. ومعايا بقى السمنه قد ايه؟ معايا دول 3 كوبايات، وهحط معاهم كوبايه زيت. يعني كل كيلو دقيق عليه كوبايه ونص سمنه ونص كوبايه زيت. ممكن لو مش عايزه زيت تخليهم الكوبايتين سمنه، وممكن تخلي كوبايه سمنه وكوبايه زيت، دي حسب ما انت عايزه. انا طبعا هبس بردك القرص دي، هسخن السمنه كويس جدا، وكمان هقدحها عشان انا حاجات العيد بحب ان انا اخليها تعيش معايا فتره اطول. يعني ممكن ما كنهاش، يعني ما خلصتش بسرعه، تنيها فتره اطول ما تبصي تمام. فلما انت عايزه الحته دي تقدحي السمنه. وانا هحشي القرص دي هحشيها عجوه. معايا طبعا الشرش بتاع الجبنه اللي انا عملتها معاكم قبل كده، الجبنه القريش. كان معايا الشرش عينته في الفريزر، طلعته اهوت وبدفيه كده على النار. هروح اقدح السمنه كويس جدا وانخل الدقيق وارجع لكم. انا هنا نزلت بعد ما اخدت الدقيق نزلت بالسكر، ونزلت كمان بالسمسم، واهوت كيس البيكنج باودر، وكمان اللهم صل على النبي ريحه الكحك. ممكن تحطي كمان معاها ريحه موز انت عايزاه، دي بتبقى اختياري. وهقلبهم حلو قوي على ما السمنه ما تقدح. وانا حطيت مع السمنه كوبايه الزيت، والخميره ضربت قلبتها بره في كوبايه، في نص كوبايه ميه مع معلقه السكر من اللي انا حاطاه. تمام كده انا قلبت خلاص، هي كلها المواد الجافه. هستنى بقى لحد ما السمنه ما تقدح شويه، واحطها على الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني بعد ما السمنه هي خلاص ما قدحت. هحط بقى السمنه بسم الله الرحمن الرحيم واحده واحده كده. شايفين الفورم ده والطبق؟ انا المفروض كنت غيرت الطبق ده فحطيته في حله، معلش انا نسيت الحته اعمل الحركه دي. بس انا هحاول بقدر الامكان ان انا انزل السمنه على الدقيق، ما نزلوش على الطبق من بره. تمام، الحركه دي انا نسيتها، انا عملتها في الكحك بس نسيت اعملها هنا. تمام، انا مبدئيا هحاول انزل الدقيق في النص هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الفورم ده؟ هنزل بقى الدقيق واحده واحده كده واقلب، قصدي انزل السمنه على الدقيق واحده واحده كده واقلب، وبعدين ارجع لكم. خلاص انا حطيت السمنه كلها على الدقيق اللي هم ال3 كوبايات، هم كنت 3 كوبايات سمنه وكوبايه زيت اهو. حطيتهم على الدقيق بالشكل ده وببسها. هي مش سخنه قوي، هي دافيه عشان كميه السمنه قليله في الدقيق، مش زي المره اللي فاتت، مش زي الكحك عشان تديها القرص. بتبقى طبعا مبسوسه وكل حاجه، وعايزه تنقصي في السمنه شويه براحتك اللي انت عايزاه. بس دي القرص الجميله الناعمه بتاعتنا. بصي بتبسيه كده بالشكل ده كده. هو لسه سخن شويه، بس طالما ايدك مستحمله بسيه. انا هقعد اعمل الحركه دي كلها عشان لو في اي دقيق تحت لسه ما شربش سمنه، زي ما انتم شايفين بيجي معايا كده دقيق تحت لسه السمنه ما طلعتهوش، انا ببسه كده. تمام، خلاص انا بسيت الدقيق كويس جدا بالشكل ده. الدقيق مع السمنه بقت كلها، بقى كل الدقيق شارب السمنه. معايا هنا بقى الخميره، واروح منزلها هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واروح مقلباها كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بالشكل ده كده. هجيب بقى الشرش بتاعي اللي معايا الشرش انا العينات بتاع الجبنه ودفيته شويه اهو بالشكل ده كده. هحطه بقى في طبق الخميره عشان شويه الخميره اللي جوه ده استفاد بيهم بالشكل الجميل ده كده. بس انت بس تقليبه كده واروح حطاه واحده واحده. مش هنزله كله عشان اشوف انا محتاجه قد ايه من السوائل. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا حطيت رشه الملح بس نسيت اقول لكم عليها، معلش. حطيتها مع السكر وحطيتها مع الموس عربي مع السمسم. هحتاج كمان شويه ميه وشويه الشرش اللي عندي اهو، نزلهم كله. طبعا كده الشرش خلص. انا لو انا عندي الشرش بس عيناه في الفريزر. احتجت بقى اكمل بالميه، عايزه تكملي باللبن كملي باللبن. بس الشرش بيبقى جميل قوي، بيدي للقصه كده طروه حلوه قوي. اكيد كل اللي بيعجن بالشرش عارف. تمام، فاهي هي هتعوز معايا شويه ميه
وشويه طبعا عجن كتير، فانا هحط له شويه ميه كمان، بس مش احط ميه كتير عشان ما اقعدش احط ميه وازود في دقيق، لا انا مش عايزه ازود في دقيق خالص، فانا بتعامل معاها بالراحه اهي. هي بس هتعوز شويه ميه ومش كتير قوي. تمام. شايفين العجينه بتاعتي جميله قوي معايا ازاي ما شاء الله. ممكن تقولي مش هتحتاج ميه، لا هي هتحتاج ميه ان هي ناشفه شويه معايا، فانا هحط لها شويه ميه وارجع لكم. جبت معاكم اهو شويه ميه، هسقسقها لها كده كده 4 5 معالق بالشكل اللي انتوا شايفين معايا ده كده، بس حطيت لها انا بالظبط 5 معالق بس، واقلبها كويس جدا. هعجنها كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى هبدا اعجن فيها كويس، بس هي مش هتحتاج ميه، هي تحتاج بس شويه عجن حلوين. هعجن فيها كويس جدا عشان ما اطولش معاكم الفيديو وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما قعدت اعجن في العجينه كويس جدا لحد ما لقيتها نعمت بالشكل الجميل اللي معايا ده، ما احتاجتش ميه تاني بعد ان انا زودتها معاكم. هما كوبايه قصدي شويه الميه اللي انا زودتها و5 معالق اللي انا زودتهم وبس. هغطيها بقى كويس جدا بكيس وفوقيها فوطه واسيبها في مكان دافي تخمر شويه لمده مثلا ساعه. هي مش هتخمر قوي لان فيها كميه سمنه كتير، فهي مش هتخمر قوي لحد ايه ما احضر السيجار واحضر كمان ايه العجوه. هحط على العجوه معلقه سمنه وهرسها كويس جدا. ورجعت لكم تاني بعد ما العجينه هي اتخمرت وكمان العجوه هرستها كويس جدا بمعلقه سمنه. هاخد بقى حته من العجينه بسم الله الرحمن الرحيم، حسب حجم القرصه اللي انت عايزاه تكبري تصغري فيه، ده حاجه بتبقى ايه اختياري منك براحتك. هتجيبي حته من العجينه بالشكل ده كده، كمان حته من العجوه تدعكيها شويه كده في ايدك. ممكن تكوري العجوه الكور زي ما انت عايزه براحتك اهي بالشكل ده كده بسم الله الرحمن الرحيم. وتروحي دعكاها كده تاني وتروحي ايه مبططه. سويها بس كويس اهي بالشكل ده كده. عايزه تكبري تصغري دي اختياري، شايفين اهي. عايزه مثلا تديها شقتين كده او تشكيها بالشوكه براحتك، بس هي الحجم دوت كويس جدا معايا. هعمل كمان معاكم واحده بسم الله الرحمن الرحيم اهي. هجيبها معايا قطعه من العجوه بالشكل ده كده، تروحي مقفلها بسم الله الرحمن الرحيم، تروحي دعكيها كويس جدا، دعميها كده بسم الله وتروحي مبططاها اهي بس بالشكل ده كده. عملنا ايه القرصه. هكمل بقيه الكميه بالشكل الجميل ده وارجع لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما خلاص حشيت القرص كلها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه معايا ده، وفي والصاج التاني اهو كمان، وبقيه السجان هحطها انا ورا. هدخلهم بقى الفرن لحد ايه الفرن ما يسخن شويه، وبعدين اروح مدخله الصاج الفرن واوطي فوق واخلي تحت على وسط، وهتابع كل شويه احرك الصاج كل شويه، يعني كل 5 دقائق كده او 3 دقائق احرك الصاج عشان كل السوا يبقى كل القرص تبقى سوا بعض. ورجعت لكم تاني بعد ما خلاص سويت القرص في الفرن بالشكل الجميل ده. خلينا نشوف مع بعض السوا الجميل بتاعنا وطراوه القرصه ما شاء الله. هما فيهم 2 طلعوا ساده بس مش عارفه بقى انهي 2 فيهم. شايفين؟ نفتح لكم بقى واحده نشوفها من جوه. شايفين الجمال؟ شايفين؟ طبعا انت بقى بايدك عايزه تزودي العجوه تنقصيها براحتك، والباقي بقى حطيته هنا في الطبق. حطيه بعد ما برد تماما حطيته في الطبق وهغطيه بكيس عشان بحيث ايه يتنيه يحافظ على نفسه وعلى الطراوه بتاعته. شايفين طراوه القرصه ما شاء الله. يبقى كده وصلنا مع بعض لاخر الفيديو. كانت معكم ايمان هلال، مطبخي وقناتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا يا رب، ورمضان كريم علينا، وكل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.